بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة إن شاء الله من حصص الدين منهج نوفمبر بإذن الله. الدرس الثاني أو الدرس رقم 11 لو واخدينهم بالترتيب من الأول، العبادات القلبية. بسم الله. بدأ الدرس كده بأهمية القلب. زي ما اللسان عبادات قولية زي التسبيح أو الاستغفار، ده بيتم باللسان، وللجسد عبادات زي الصلاة، إن أنت بتعمل حركات معينة بجسمك، زي الحج بتعمل حركات معينة بجسمك، فده عبادة بتعملها الجسد. فكذلك للقلب عبادات. رقم 2، سلامة قلب الإنسان هي سبب صلاح سلوكه ووصوله لرضا رب العالمين. هنفهم الكلام ده ازاي؟ أخبرنا صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعشان نوصل لقلب سليم هنتعلم 3 عبادات قلبية مهمة. أولا، إخلاص النية. معنى كلمة إخلاص النية إن اللي أنا بعمله ده أو الحاجة اللي أنا بعملها دي أنا مش عايز منها أي حاجة غير إن ربنا يبقى راضي عني. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بمعنى أنا رايح أصلي في المسجد، بس جوايا في نيتي إن أصحابي يشوفوني إن أنا رايح الجامع فيقولوا إيه عليا، إن أنا ولد مؤدب. دي نيتي، مش نيتي خالص ان ربنا يغفر لي او يدخلني الجنة. صلاته بطلة بمجرد ان دي نيته بس، فدي اسمها عبادة قلبية. فالمفروض وانت رايح تصلي تبقى انت حاطط جوه قلبك انت بتصلي ليه. بتصلي علشان خاطر ربنا يهديك وربنا يغفر لك وربنا ينجحك وربنا يكرمك وربنا يدخلك الجنة، مش علشان خاطر الناس تقول عليك ان انت بتصلي وكده. طيب، فلا ينوي من أعماله الصالحة جذب أنظار الناس، أنا مش عايز الناس تبص عليا. تاني حاجة، حسن الظن بالله، وهو أن أنت تتوقع من ربنا الخير والثقة بالوعد بتاعه وانتظار الأفضل. قال صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي. يعني وأنا بذاكر مثلا أعتقد كده من جواك إن شاء الله طالما أنا بذاكر كويس ربنا هيخليني أجيب مجموع كويس. ما يجيش يقول ايه ان شاء الله انا بذاكر كويس يبقى انا هجيب مجموع وحش. ده مش حسن ظن. حسن الظن ان انت لما بتعمل الحاجة تتوقع ان ربنا هيكرمك ويرزقك بحاجة احسن ان شاء الله. طيب، ازاي تحسن الظن بالله؟ وانت بتدعوه انت واثق انه هيستجيب لك. يعني وانت بتقول يا رب انجح، انت متأكد ان ربنا هينجحك لانك دعيته. تاني حاجة، انك بتبقى واثق ان ربنا بيدبر لك الخير في المستقبل. بمعنى ان انت لو جيت تشتري مثلا كتاب وما لقيتوش فما تزعلش، اكيد ربنا كاتب لك حاجة احسن من الكتاب ده. تالت حاجة، ان انت تبقى واثق ان ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي تنفق فلوسك في سبيل الله تبقى متأكد ان هيجيلك فلوس اكتر منها. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلفه يشيله لك. تمام؟ طيب، وجاب لنا مثال كده حسن ظن سيدنا إبراهيم عليه السلام. يتجلى حسن الظن في قصة سيدنا إبراهيم لما أسكن زوجته هاجر وابنه إسماعيل في الصحراء. لما ربنا أمره إن خد مراتك وخد سيدنا إسماعيل وسيبهم في الصحراء. كانت مكة دي صحراء ما فيهاش حد، تنفيذا لأمر ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم آمن بربنا وواثق في حكمته، وخد زوجته وخد ابنه وراح سبهم في الصحراء هناك. فالسيدة هاجر تعجبت فقالت له: ربنا أمرك بكده؟ فقال لها آه. قالت خلاص ربنا مش هيضيعنا، وسابهم في الصحراء ومشي. وقعد هو مستني ورا طوبة كده يبص عليهم لأنه صعبانين عليه، مستني ربنا هيعمل معهم إيه. المهم دي كلها كلمات تدل ان دول واثقين في ربنا سبحانه وتعالى.
طبعا الرضيع احنا عارفين القصة كلها، ان سيدنا اسماعيل كان عطشان ومش لاقي مية، فالسيدة هاجر بدأت تهرول وتجري اللي كان في جبلين، جبل اسمه الصفا وجبل اسمه المروة، وتجري لغاية الصفا تدور على مية ما تلاقيش، او تدور على حد يساعدها ما تلاقيش، وبعدين تجري على المروة جبل تاني اسمه المروة ما تلاقيش مية، وسيدنا اسماعيل بيعيط من العطش وبيضرب برجليه في المية، فتطلع من تحت رجليه بئر زمزم اللي هي متفجرة بالمياه لغاية النهاردة، وقعدت تقول للمية اللي اتفجرت زمي زمي، فسميت البئر ببئر ايه؟ زمزم. ده حسن الظن بالله، ان طالما انت واثق ان ربنا هيكرمك وبتسمع كلام ربنا، يبقى ربنا هيفرج همك وغمك. طيب مش كده وبس، ده لما الطيور شافت ان في مية راحت الطيور جاية نازلة تشرب من المية دي، فالقبائل العربية اللي هي موجودة في كل الصحراء بتدور على مية، لما شافت الطيور فوق بتنزل على حتة معينة عرفوا ان المكان ده فيه مية، فلما جم لقوا السيدة هاجر وسيدنا اسماعيل عند البئر ده، فكرموهم وخلوهم هم اسياد المكان، لان هم اصحاب البير وبقوا يسمعوا كلامهم، يعني بقوا اسياد وبقوا لهم شأن كبير بسبب هذا البئر، وبسبب ان هم وثقوا في امر ربنا سبحانه وتعالى. طيب ثالثا حسن الظن بالناس، ان انت ما تتوقعش الشر من الناس، تتوقع الخير منهم. خلاص، الا نحمل لهم في قلوبنا سوى الخير الا اذا ظهر دليل واضح عكس كده. يعني مثلا انا هاخد معايا سندوتش واحد علشان الولد ده بكره مش هيجيب معاه سندوتش، فما يقوليش هات حته اقول له معيش، ده اسمه سوء ظن، لان انت تحسن الظن. انت تاخد معاك سندوتشين وتقول والله وهو كمان هيجيب سندوتش، يبقى تحسن الظن ان هو هيعمل حاجه حلوه مش هيعمل حاجه وحشه، لان انت ما تعرفش الغيب، فانت طالما هتظن في غيرك يبقى تظن بيه خير. ألا نتسرع في الحكم على أحد بسوء الظن حتى لا نتهمه بالظلم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني الظن اللي أنت بتظنه ده ذنب عليك. تمام. من فوائد حسن الظن بالناس، الحاجات الكويسة اللي أنت هتكسبها لو اعتقدت في زميلك أو في الناس دي حاجة كويسة، إن قلبك يبقى مرتاح من الشكوك، ودي حاجة كويسة. إنه بيشجع على العطاء، انه بيساعد في بناء الثقة وتقوية العلاقة بالناس. ان سوء الظن بالناس بيؤدي لمشاكل وخلافات وقطع للعلاقات. ده كان الدرس بتاعنا باختصار شديد. تعال نشوف الأسئلة بتاعته. بسم الله. السؤال الأول، تخير الإجابة الصحيحة. توقع الخير من الله تعالى والثقة بوعوده، دي عبادة ايه؟ قلبية. نعم. طيب، سلامة قلب العبد سبب لرضا الله ولا لصلاح سلوكه؟ الاتنين مع بعض. علينا ان احنا ندعي ربنا واحنا واثقين في الاجابه، ان ربنا بيأمرنا ان نتجنب كثيرا من الايه؟ من الظن. سوء الظن بالناس بيؤدي الى ايه؟ نعم، الى كثرة الخلافات. صح وغلط؟ حسن الظن بالله ده كده انت قلبك سليم. طبعا اخلاص النية لله معناه ان احنا نجذب باعمالنا انظار الناس؟ لا. بيتوقف ثواب العباد على نية العباد؟ نعم. نبي الله ابراهيم قدوة لنا في حسن الظن؟ نعم. من حسن الظن بالناس الحكم عليهم بدون دليل، غلط، ما نحكمش عليهم بدون دليل. كمل. محبة الله تعالى والتوكل عليه من الايه؟ العبادات القلبية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أسكن إبراهيم زوجته وابنه بصحراء مكة. في جسد الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. بالناس يريح القلب من الشكوك. حسن الظن بالناس يريح القلب من الشكوك. بعد كده احنا عايزينك تقول لنا ده حسن ظن بالله ولا بالناس؟ ان احنا ما نتسرعش في الحكم على حد. حسن ظن بمين؟ بالناس. طب كن واثقا ان ربنا هيدبر لك الخير، يبقى بالله. سيخلف الله عليك ما انفقت، يبقى حسن ظن بالله. ان نحمل في قلوبنا الخير للجميع، حسن ظن بالناس. أن نتوقع الخير من الآخرين، يبقى حسن ظن بالناس. نحن ندعي ربنا ونحن موقنون بالإجابة، حسن ظن بالله. بعد كده بيقول لي وصل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إيه معناه؟
نعم، ده معناه ان هدف العبد رضا ربنا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي. نعم، دي هنوصلها ان انت تتوقع الخير من ربنا، وانك تنتظر الافضل من ربنا سبحانه وتعالى. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. معناها إيه؟ سلامة قلب الإنسان وهي سبب صلاح سلوكه. كده خلصنا الدرس والأسئلة. تعالى ناخد اختبار صغير وننهي الحلقة بتاعتنا، وأسفين على الإطالة. السؤال الأول: من العبادات القلبية بقلبك؟ حسن الظن بالله. لكن الصيام بجسمك، الزكاة بفلوسك. طيب، يجب أن يكون هدف العبد من أعماله إيه؟ رضا ربنا. ثواب الأعمال الصالحة حسب إيه؟ نية العبد. أنت نيتك إيه؟ لا نحكم على الآخرين بإيه؟ بسوء الظن. إن لازم نحكم عليهم بحسن الظن. المضغة اللي فيها صلاح الجسد أو فساده هي إيه؟ القلب. السؤال اللي بعد كده: ضع صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة اللي مش صحيحة. إخلاص النية لله من علامات القلب السليم. سوء الظن بالناس بيؤدي المشاكل وقطع علاقات. ان انا البت دي انا عارفاها وحشة، تعمل مشاكل كده بينك وبينها. سلامة قلب الانسان مش سبب في صلاح سلوكه، لا، سبب غلط. ان قلبك يبقى سليم تبقى انت انسان مؤدب. ربنا سبحانه وتعالى بيدبر لنا الخير في المستقبل طبعا. أسكن إبراهيم عليه السلام زوجته وابنه في الصحراء تنفيذا لأمر الله وثقة بحكمته طبعا. السؤال الأخير ونختم الحلقة: نتذكر السيدة مين وحسن ظنها بالله في كل موسم من مواسم الحج؟ السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي. مين هو التوقع الخير من الله؟ نعم، ده اسمه حسن الظن بالله، هو توقع الخير من الله تعالى والثقة بوعوده. وعد الله تعالى الذين ينفقون أموالهم وجهدهم أنه سيخلف عليهم بالأجر الوفير. يساعد حسن الظن بإيه؟ في بناء الثقة وتقوية العلاقات. نعم، في حسن الظن بالناس، هو ده اللي بيبني الثقة ويقوي العلاقات ما بين الناس. بكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا. يا ريت نعمل شير ولايك ونشترك في القناة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.